انا بدعي وربنا ما استجابش، وبقول يا رب كل يوم، وبرضه لسه في نفس المكان. انت مش لوحدك، حتى الرسل مروا بكده. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى الرسل. أيوة، وده دليل إن التأخير مش نسيان، وإن أصعب اللحظات ممكن تكون قبل الفرج. بس ليه اتسمت السورة كلها باسم سيدنا يونس مع ان قصته جت في آية واحدة؟ علشان دي كانت أعجب قصة توبة جماعية في القرآن. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. سيدنا يونس عليه السلام دعا قومه سنين طويلة لكنهم كذبوه، فغضب منهم وساب لهم القرية ومشي بدون إذن من الله. ولما خرج ظهرت علامات العذاب. قومه كلهم خافوا وتابوا بصدق. لبسوا المسوح، وده ثياب كان بيتصنع من الصوف وشعر الخرفان الخشن. لبسوا كلهم وخرجوا الرجال والنساء والأطفال حتى البهائم بتاعتهم. كل القرية خرجوا يبكوا ويتضرعون إلى الله، فرفع الله عنهم العذاب. وده كان الاستثناء الوحيد اللي حصل في تاريخ الأمم المكذبة. الإيمان مش هينفع لو جه بعد فوات الأوان زي فرعون، لكن لو آمنت قبل نزول العذاب حتى لو في اللحظات الأخيرة، ربنا يقبل توبتك. قلب منكسر وتوبة صادقة تقدر ترفع بلاء نازل. ربنا سبحانه وتعالى مش بيحب يعذب عباده، لكن الناس هم اللي بيكذبوا وبيأخروا التوبة. يعني مفيش حد محكوم عليه طالما رجع لربه؟ بالظبط، الفرصة دايما موجودة طول ما قلبك عايش. طب ما فرعون برضه هو كمان آمن في الآخر. أمل لما شاف الغرق، لكن بعد فوات الأوان. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الله سبحانه وتعالى بيرد على فرعون بعد ما حاول يتوب ساعة الغرق، لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لكن التوبة في لحظة الموت مش بتتقبل، لأن خلاص القلب شايف الحقيقة وعاين الآخرة. والإيمان مبقاش عن يقين داخلي، لكن كان عن خوف مفاجئ من الموت. الإيمان وقت الاحتضار مش مقبول. التوبة محتاجة حياة مش ندم لحظة النهاية. أنا بحس أحيانا إن الموج زي البحر، والموج عمال يقلب فيا. الصورة وصفتك بالظبط. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ربنا هنا بيحكي لنا عن حال الناس وقت الشدة، لما يكونوا في البحر وفجأة الموج يعلى عليهم ويبقى زي السحاب السوداء اللي مغطية الدنيا كلها. ساعتها مفيش لا صنم هينفع ولا واسطة هتفيد. كلهم بيصرخوا ويقولوا يا رب، بيقولوا يا رب بصدق وإخلاص. كل قلوبهم بتتوجه لربنا لوحده، لأنهم حسوا خلاص إن مفيش أمل غيره. لكن مجرد ما ربنا سبحانه وتعالى ينجيهم ويوصلهم للبر وتهدى الدنيا، ينسى بعضهم اللي كانوا بيقولوه في اللحظات الصعبة. بيرجعوا يتكبروا ويتجاهلوا آيات ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا بيفرق بين اللي بينساه وبين اللي بيرجع له؟ ربنا مش بينسى حد، لكن اللي بيبعد عن ربنا هو اللي نسي نفسه. نسوا الله فنسيهم. اللي بينسى ربنا هيسيبه، واللي بيعصي ويتكبر وينسى الآخرة ربنا مش هيهديه ولا يوفقه، وساعتها يكون مصيره الخسران. طب في فقرة يسألونك، هو يوم القيامة الجبال دي كلها هتروح فين؟ اتسأل نفس السؤال ده قبل كده وربنا جاوب: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الناس سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مصير الجبال يوم القيامة. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم: الجبال دي كلها هينسفها ربنا نسفا، لدرجة ان الارض هتفضل بعدها مستوية مفيهاش ولا طلعة ولا نازلة. قاعا صفصفا يعني ارض ملساء، مش هتشوف فيها انحناءات ولا مرتفعات. اللي صنع الجبال دي هو اللي يقدر يمحيها بكلمة واحدة.
فافتكر دايما عظمة ربك واستعد اليوم ما يبقاش فيه لا جبل عالي ولا وادي عميق، بس مش هيبقى فيه غير حساب دقيق. أنا حتى أعظم شيء في الأرض هيزول. أكيد، علشان تتعلم من الثبات الحقيقي في قلبك مش حوالينك. في عز اللحظة اللي بتحس فيها إن كل الأبواب اتقفلت، سورة يونس بتفكرك إن باب ربنا ما بيتقفلش. رجع قلبك خطوة تقربك لربنا.